الاكتف بلاسيبو او العلاج الخادع النشط. ودي ببساطه ان احنا بنخلي العلاج الخادع او البلاسيبو ده يكون ليه اعراض جانبيه خفيفه، يعني دوخه مثلا، شويه اضطرابات في المعده، سخونيه، علشان المريض يحس فعلا ان هو اخذ علاج وما يشكش في الدراسه ولا يوقفها. رابع حاجه بتضمن لي دقه الدراسات هي الاستاتستيكال اناليسيز او التحليل الاحصائي. شفتني وانا بقول استاتستيكال من اول مره؟ وهنا علماء الاحصاء بيستخدموا ارقام ومقارنات دقيقه علشان يبينوا هل الفرق ما بين العلاج الحقيقي والعلاج الخادع اللي هو البلاسيبو فرق فعلي ولا مجرد صدفه. وخامس حاجه تضمن دقه الدراسه هو اللونج تيرم فولو اب او المتابعه طويله المدى. ودي قائمه ببساطه على ان العلاج الخادع او البلاسيبو بيكون تاثيره مؤقت ومش مستدام، فلما نتابع الحاله لشهور او لسنين بنقدر نفرق ما بين التاثير المؤقت ده والتحسن الحقيقي. وبكده نبقى ضمننا ان البلاسيبو ما خدعناش في الدراسات ولا في الجغرافيا.